وداعا إيبوسي سفير الكاميرون في الجزائر، اللاعب شبيبة القبائل الذي حضر في لقاء أمس أمام اتحاد العاصمة وقدم هدفا رائعا لشبيبة القبائل، لكن الفاجعة وصدمة كانت. فاضل جمهور فضائية الشروق تي في سعداء جدا بأن نلتقي بكم في هذا العدد الخاص ومأساة الجديدة في كرة الجزائرية، وهي وفاة ومغادرة لاعب إيبوسي لاعب الكاميروني الحياة بعد صدمة وتعرضه لرشق من الحجارة من المدرجات عقب نهاية مباراة شبيبة القبائل مع اتحاد العاصمة. يحضر معي في البلاطو بداية على يميني بالشيخ مصطفى. مرحبا، أهلا وسهلا بك. مساء الخير. مساء الأنوار والتحية أيضا موصولة إليك محمد شعيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التحية أيضا لك نصر بويش، مرحبا بك. مساء الخير. مساء الأنوار. إذا هي مأساة أخرى في عالم الكرة الجزائرية. اللاعب إيبوسي اللاعب الكاميروني الذي غادر الحياة بعد رشقه بالحجارة من طرف أحد أنصار شبيبة القبائل، وهو في نهاية اللقاء ومتوجه إلى النفق. نقول لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. مشاهدينا فاضل ابقوا معنا. Et je suis fier de porter ce maillot. Concernant l'équipe de la rencontre de tout à l'heure, elle était un peu compliquée parce qu'on savait d'entrée que c'est une équipe qui est psychologiquement amortie, et raison pour laquelle on a voulu dans le dernier geste un peu se précipiter. Mais bon, le plus important était fait. Que ce soit Ebossé ou bien n'importe qui marque, c'est très important pour la suite de la compétition, et ce sont les 3 points qui sont vraiment chers à la GSK. إذا رحل إيبوسي عن الحياة وفارقها بعدما سجل هدف التعادل مع اتحاد العاصمة في مباراة أمس، لكن المغادرة الحياة كانت بطريقة صعبة وكانت صدمة بالنسبة للكرة الجزائرية بكل طوائفها، سواء كمسؤولون وكأنصار وكل من يتابع الكرة الجزائرية. محمد، صدمة مثل هذه للكرة الجزائرية، ربما الكثير يقول ندق ناقوس الخطر، لكن ليس ندق ناقوس الخطر، وإنما علينا نتوقف لنسن قوانين توقف هذا الزحف الهمجي للطرق الغير رياضية التي تمس الكرة الجزائرية. خالد، قبل كل شيء احنا نعزو عائلة شبيبة القبائل ونقول لهم باللي سي فري كو سي ديفيسيل دو تروفي دي مو. والله الانسان يعجز باش يعبر على هذا الشيء هذا. نقول باللي سيتي بريفيزيبل. عشي واش صرا في الماضي كي يشوف كي نتخلاو على اون سانكسيون با دون مانيير تري فورت لي في اللي شفناهم من قبل، نولوا لافير العيفاوي نهضر به بالموس. نعم. نولوا تان باجي نهضر به بالموس مع في بجايه حسين اشو ايضا اشو العام اللي فات في المقابله بين حجوط وبالعباس. دونك والناس ايزيتي با سانكسيوني با انكي كاع. اليوم سي نورمال كو يا ان كريم. انا نقول ماشي وفاه، ان كريم في السطاد في الملعب. نعم. انسان هذا كما قلت كما قال في الفيتير، واش ذنبه؟ نعم. ذنبه هذا جا الجزائر باش يلعب الكره، كان نعم. عنده طموحات كبيره باش يروح للخارج. اليوم ما كتب الله، اليوم واحد انسان انكونسيون اللي ما عندوش ضمير حكم حجره وضرب الجوار. انا نقول سي كريم. نعم. اسكو هذا الانسان هذا كيفاش راه عايش اليوم، كيفاش بات، كيفاش راه يشوف روحه في المرايه؟ نعم. اسكو راه فرحان بهذا الشيء هذا؟ نعم. هذا يقول باللي ربما انا درت هذا الشيء باسكو نحب جياسكا. نعم. سي فو. تحب نعم. جياسكا تقتل الانسان. نعم. انا نقول انا مسؤول اليوم ونقول جياسكا نحبط جياسكا ناسيونال دو نحبسها مش يلعبوا كاع فوتبول. اسكو عنده الكوراج هذا الانسان اللي يقول انا نحب جياسكا وضربت الانسان، يقول لهم انايا يخرج للشارع ويقول انا نستعرف انا اللي ضربت الانسان باسكو نعم. من الحب تاع جياسكا باش ما نحبطوهمش. نعم. انا نقول باللي شوف لازم الحق. كل تكلم على الناقوس، نقول الناقوس يا لونطون من دق. بصح حنا كنا راقدين باسكو اون با لو كوراج. لو كوراج دافرونتي لي شوز اي دو برون دي ديسيزيون فيرم. اليوم يا مور يا كريم. انا نطلب برك من السلطات ونطلب من بروكيرور دو لا ريبوبليك تاع تيزي وزو كي يفيرم لو ستاد ويدير اون انكيت يسيليو الستاد.
نعم، على فكرة القرار إغلاق الملعب كان من طرف رابطة المحترفين لكرة القدم بقيادة ورئاسة محفوظ قرباج، الذي قرر إغلاق الملعب لأجل غير مسمى. أيضا وزير الجماعات المحلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية طيب العز، قرر أن يفتح أو أمر بفتح ملف وتحقيق حول ملابسات القضية. نصر، ربما قضية مثل هذه بالنسبة للكرة الجزائرية مثلا، والله كنا نتابعه في بعض العناوين الصحفية، الكل يتحمل مسؤولية. مثلا عنونت جريدة قالت جماهير غاضبة تقتل لاعبا كاميرونيا، وأخرى قالت جماهير الجزائر تقتل هداف البطولة. يعني تخلي كل الجزائريين يتحملوا المسؤولية في قضية وفاجعة مثل هذه. والله كلنا كنشوفوا هذه الصور هذه مؤلمه، يعني تاع خاصه تاع الرياضه الجزائريه، ما نكونوش على كره القدم، الرياضه الجزائريه بصفه عامه اليوم تعاني بصور مثل هذه ومآساة مثل هذه. لكن نوليو كما قال محمد، واش صرا في السنوات الماضيه وين يا با يو سانكسيون، من حكايه باجي في بجايه حتى سعيده وين اتحاد العاصمه تعرض لاشياء مؤلمه ايضا، حتى حجوط، حتى المدرب بن شادلي اللي ما تكلمناش عليه وما تكلمش عليه محمد، اللي قريب قتلوه ايضا. ما كاش دي سانكسيون. واليوم ما نظن ما لازمش نخليو هذه تاع بوسي جوز هكذا، لازم تكون فيه دي سانكسيون. لازم دي سانكسيون، لازم هذه الجماهير هذه اللي تجي اللي تحب الفريق تاعك انت، ماشي بهذه الصفه هذه. ما تجيش انت على 3 نقاط تاع مقابله او خساره وفي اخر المطاف انت تضرب اللاعب تاعك. اللاعب تاعك يمد كاع واش عنده. هذه كره قدم، فيه فائز فيه واحد يخسر. لكن العقليه هذه لازم اليوم ما نزيدوا نستناو. اليوم قضيه ايبوسي هذه نحبسوا كل هذه الاشياء. لازم ناخذ دي سانكسيون، لازم تكون قرارات، لازم تكون اشياء. لان اليوم انا نهضروا عالم الاحتراف، احنا ما نقدروش نلعبوا كره قدم اليوم في ملعب كيما تيزيوزو ومقابله هامه، نقولوا هامه، هي مباراه كره قدم برك. الجوله الثانيه، لا الجوله الثانيه وين كاين حجاره في الملعب، ما نقدروش. احنا نعرفوا روحنا ونعرفوا الجماهير تاعنا، ما نقدروش ورا الجمهور، لانه ما كاش كاش نقولوا مناصر واحد اللي اليوم ضرب إبوسي. كل المناصرين هذوما اللي رماو بحجاره الميدان كاع تسبوا في قتل هذا اللاعب. ربما نصر تكلمت لنا على القرارات الردعيه، خلينا تكون عندنا الشجاعه الادبيه والاخلاقيه، ما يجب ان يتخذ من مسؤولي الكره الجزائريه فيما يخص هذه القضيه يا شيخ مصطفى. القرارات الان يعني لابد ان تكون قرارات، هذا شيء منطقي وشيء ضروري. ils sont obligés de prendre des décisions. الان الحق كما قال محمد، لا صون الالارم اللي تيري خلاص، ما بقاش يعني نزيدوا نستناو اموات اخرى او يعني صدمات اخرى. من القرارات انا نظن ملعب كما ملعب اول نوفمبر لابد يتغلق. وهذا علاه مش يعني كان ورشه اشغال، هو كانت فيه اولا متوفره فيه هل من المنطق ان ملعب وين يكونوا فيه اشغال ونعرفوا باللي الاحجار موجودين يعني واحسن دليل هو ان يعني رشاو الملعب كله بالاحجار، هذه واحده. ثانيا نزيدوا نروحوا حاجه واحده اخرى، القرارات اذا لم تاخذ علاش صارت هذه الامس يعني في ملعب اول ومثل اول نوفمبر كثير يعني حتى ملاعب اخرى ما توفرش على الشروط. من السابق خالد صارت نفس الاشياء في ملاعب اخرى. والقرارات لم تكن صارمه، نقولوها بكل صراحه. لي سانكسيون نيتي با اوسي سيفير على حساب يا با نقولوا دي بتي سانكسيون. يعني انا نتساءل، تعطيني ماتش كيما هذا تروح تعطيني 2 ولا 3 ولا 4 ماتش ويكلو، هل هذه يعني عقوبه صارمه؟ هذا ما يزيدش راح يحبس لك هذا. والان يعني الاسباب يعني باش نعرفوا يعني المسؤولين، قلت كلمه مليحه، المسؤوليه مقسومه. لا ريسبونسابيلتي اي بارطاجي. كل الاطراف ونقدروا نقولوا نتكلموا عليهم ومن بعد كلهم راهم عندنا مسؤوليه، حتى احنا اللي رانا موجودين هنا عندنا مسؤوليه فيما حصل. حتى الصحافه ايضا لديهم مسؤوليه كثيره، لان هي من تشحن ربما في بعض العناوين. يعني كل الفاعلين في الكره الجزائريه وحتى الاسر تربيه الابناء ايضا كل داخل فيها. لكن لما نوصلوا الى فاجعه مثل هذه يغادر لاعب الحياه بعدما في مباراه كره القدم، وفقط مثلا شاهدنا في نهايه كاس العالم، في نهايه كاس العالم المنتخب البرازيلي مني بخساره مدويه بسبب اهداف
المناصرين بكوا وكفى، يعني ما قدموش سلوكات يعني بطريقه طائشه، لكن حتى مثل ما كان يقول الشيخ مصطفى انه الملاعب ما توفرش ايضا على شروط الاحتراف، ايضا حتى بالنسبه للعقوبات كانت غائبه، لكن محمد اليوم خلينا نتكلموا على ما يجب ان يكون من الان فصاعدا، القرارات اللي ممكن ويجب ان تتخذ. خالد نهار نخلوا الاشياء سو ديغراد شاك اني تي اوبليجي داتوندر ا دي زاكت كيما هادو تاع مناصرين، لا نقدروا نقولوا مناصرين. نعم انا نحشم نقول نعم اشباه المناصرين، نحشم نقول مناصرين باسكو ما كاش مناصرين. نعم دونك ما كان حتى كل واحد راه يجي للسطاد باش يسب. نعم. باش يشمت، باش يضرب بالحجر، هذا هو التقدم، هذا هو الاحتراف، هذا هو لا سيفيليزاسيون، هذا هو الشعب المربي. الشعب المربي ما يروحش يسب الناس، ما يروحش يضرب الناس ويقتل الناس. كيفاش يقولوا دوكا لا ديريكسيون تاع جي اس كا كيف كومون يفا انونسي لا شوز ا سي بارون؟ واش راح يقولوا له؟ هكذا سهله وليدكم مات، قلت له في تيزي وزو بحجره عيب. سي غراف تو لي جورنو دو موند ils sont en train de parler de هاد لافير ولينا مسخره في كل انا نطلب منا من المنبر تاع الشروق الرئيس الاتحاديه راجل حوراء ونقول له حبس الدوسي تاع لا كوب دافريك، اون با بيزون دو كوب دافريك، ما نلعبوش الشعب تاعنا هذا ما يستاهلش كوب دافريك. لا نجيبوا الناس باش نقول لهم لهنا سي با لا بان. نعم ليس الشعب فقط وانما كل الفاعلين في الكره الجزائريه. اوني توس ريسبونسابل. مام حنا محللين هنا في الطاوله عندنا اشياء نقولوها وشفنا اشياء ونحشموا نقولوها. نحشموا ونخافوا نقولوها. لكن منبر الشروق خلينا نكونوا نتعرفوا على كل ما يجب ان يقال هذا يفودير لا فيريتي، حتى لو تضر الناس، حتى لو تقيس اشخاص لازم نقولوها. خلاص هذيك لغه الخشب هذيك نجوا لهنايا الناس كاع شابين، الناس كاع عاقلين، نو باسطه. الحق اليوم يا كريم وسطاد لازم نوعد كل واحد ياخذ مسؤوليه والناس تهضر الحق. حنا بعض الاحيان كنا نهضروا الحق يقولوا هذوك سي دي غروس جول، وي سوي اون غروس جول بصح نهضر الحق. نعم انا نقول باش لازم باش يحبس هذا الشيء هذا لازم نديروا يا خويا اون فا بويكوتي هذا. انا اليوم باش نعلمك ما نهضرش على الشامبيونات تاع الجزائر، جو في بويكوتي الشامبيونات تاع الجزائر. ماشي نهضر على بطوله الجزائر كيما اللاعبين تان نطلب من اللاعبين تان ما يزيدش يلعبوا حتى يكون عندهم لا سيكوريتي. الناس ولات ما تقدرش تدرب، ما تقدرش تلعب، وين رايحين هذا؟ نحبسوه خلاص، ولات الفوضى في هذه البلاد هذه. ما كاينش اللي يقدر يحكم هذا الشيء هذا. بزاف. او بعد الناس يقولوا نعرفوا غير تهضروا، حنا نهضروا، انا لو كوراج دو بارلي ونقولوا الشيء اللي راه في قلبنا. هذا ما راش سي با دي سيبورتور، هادو الناس يجوا هادو اشباه مناصرين كانوا دخلوا. ما كان لا اشباه لا والو، هادو الناس يجوا يديروا العنف ولاو يحبوا العنف، هذا ما كان. نعم لكن هم دخلاء على الكره الجزائريه. اذا كان المناصرين دخلوا ما نتكلموش احنا بصفه عامه ونقولوا انه الكل يتحمل المسؤوليه، لكن الكل يتحمل جزء من المسؤوليه، لكن كل واحد ساهم في هذا الشيء الى حد ما. مثلا كنا نتكلموا على اول نوفمبر، لكن في مثل اول نوفمبر مثل كثير في الملاعب الجزائريه، حتى الملاعب الاخرى ما توفرش على شروط الاحتراف. حتى بالنسبه للمناصر لو نتكلموا عليه نقولوا لما يدخل اذا كان عاقل راح يكون عنده عنف الى حد ما. يا خالد حتى لو كان الحجر في الملعب، انا قولي انا مربي ما نرفدش الحجره ونضرب الناس باش نقتلهم. حتى لو الملعب ما يغومبلي با لي كونديسيون دو بو فير جوي ان ماتش، واش عليه؟ مي هذا انا نهضروا على التربيه والاخلاق. نعم هذا ماشي قضيه لوكس ولا كاع. سي فري كو لي ستاد تاعنا يرومبليس با لي نورم انترناسيونال باش نلعبوا مقابله. مي حتى لو نلقاو الحجر ما نلقاوش الماء ما نلقاوش، واش الشيء اللي يخليني نروح نرفد انا بلوكا ونضرب اللعاب. ونزيد الحاكم ما نهضرش على الحاكم. والحاكم واش الشيء اللي ما خلاش باش يحبس المقابله. يا اخي هاو كاميرامان كان يفيلمي ضربوه وطاح تم كان يحبس المقابله. وعلاش حنا ما لا لازم الشجاعه محمد، مع الشجاعه الادبيه والاخلاقيه حتى نتخذوا قرارات مسؤوليه تاع ماشي غير تاع مقسومه المسؤوليه. حتى الحكم في الاخير نحكوا الحكم 10 دقائق قبل نهايه المقابله مصطفى كان يحكي مقبلات وين الميدان اصبح كاع بالحجاره. تاخذ قرار لازم تكون شجاعه، ما فيهاش عيب. قرار شجع المقابله تحبس والفريق هذا يخسر المقابله ويخسر النقاط ويتعاقب الفريق ويتعاقب الملعب. كل شيء هذه ما كاش. كيفاش الحاكم انت تخلي الحجاره حتى نهايه المقابله باش تفرط فيه واحد مسكين جاي يلعب كرة قدم؟ كيفاش تعزي نتايا؟
الزوجه تاعو اللي عايشه معاه في الجزائر. نعم. كيفاش تقول كيفاش تعزي الفاميليا تاعو في الكاميرون، كيفاش تعزي الفيدراليه الكاميرونيه تاع كره القدم، كيفاش دير. نعم. حتى عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي طلب بان تسلط عقوبات قاسيه في حق المجرمين، لكن ربما مش المشكله على المجرم اللي قذف فقط، وانما حتى لا تتكرر مثل هكذا السيناريوهات. على كل معنا صور حصريه من الشروق نيوز لصور نقل الجثمان وجثة الإيبوسي لاعب شبيبة القبائل من مستشفى الجامعي بتيزي وزو. صور حصرية لتلفزيون الشروق، نتابع. لا حول ولا قوة إلا بالله. لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. إذا هكذا لفظ أنفاسه الأخيرة اللاعب إيبوسي. نصر، ممكن تعلقنا على الصور؟ أنا قلت لك أنا ما نقدرش تشوف، خاطر حنا نهضروا كرياضي كلاعب كرة قدم. أنت تجي تلعب مقابلة تاع كرة قدم اليوم وتروح أنت تولي لبلادك ولا ما حتى تكون لاعب محلي تكون هكذايا. أنا نظن أنه اللاعبين تاع اليوم كيما داروا وقفة على الاحتجاجات على تسقيف الأجور، عليهم اليوم يديروا احتجاج على صور مثل هذه، على اللاعب اللي جاي يلعب متقع واش عنده وضيعت البطوله الجزائريه. ربما احسن لاعب تاع البطوله الجزائريه واحسن لاعب تاع الشبيبه. نعم. كان هداف ايضا وكان لا احسن لاعب كي نعاودوا نشوفوا الاحصائيات ولا نشوفوا المردود تاعو. احسن مهاجم في البطوله الجزائريه، احسن مهاجم كاش نقولوا احسن لاعب في البطوله الجزائريه. اليوم يروح هكذايا ما نتقبلوهاش. انا كلاعب ما نتقبلهاش. ما نتقبلهاش. وعلى اللاعبين اليوم ماذا بيا نشوف كيفاش الرد فعل تاعهم كيما داروا وقفه احتجاجيه على الاجور تاعهم. نشوف كيفاش يديروا. هذه لا سوليداريتي نقولوا. وتعرفوا شنو لاعب تاع كره قدم اللي يجي كسفير من بلاده ولا يجي يلعب في الجزائر
ويولي البلاد في حاله كيما نعم لا نعم احنا ما نتقبلوهاش خلاص احنا. نعم محمد، نقطة مثل هذه انه لاعب جاء 25 سنة جاي يلعب بعدين يرجع الى بلده بطريقة يعني في صندوق حقيقة هي الاجل، لكن الطريقة اللي عد بها ربما. يا خالد الصورة هي تعبر على نفسها. كي تشوف هذاك الشيء تسكت خلاص، ما بقاش هضره، ما بقاش. انا والله العظيم غير سوي بيني بور لا جي اس كا بور سا فامي. فهمت واش تقدر تقول في هذه الحاله؟ خلاص نحس باللي شغل ما حنا انا راني شوي كومبليس باسكو ما نهضروش الصح. فهمت اشياء غريبه راهي في الكره الجزائريه تصرى وحنا ساكتين وفرحانين. فهمت دونك il est venu le moment باش ربما هذا الشيء ربما راح يحن العينين تاعنا وراح نبداو ناخذوا قرارات اللي راح من الفوق من المستقبل ربما راح يحبس هذا الشيء وراح يمي اون غارد الناس اللي بقاو في الكره باسكو كي تشوف اشياء هذا الناس بزاف اللي ربما راح تجبد روحها خلاص. واش بقات تبدا تخدم مع الناس كيما هادو، الناس اللي يجوا يسبوك، الناس اللي يجوا يشتموك، الناس بعد ما تخسر المباراه على جال قلت له انسان. حتى الانصار بيناتهم شفنا في الانصار بيناتهم يتقاتلوا على جال المقابله. انا جو ريسك ما في على جال 3 بوان وعلى جال المقابله ولا غير عيب. ما يعرفوش قيمه الحياه تاع الانسان، ما يعرفوش قيمه تاع واحد يعيش. انا جو دوموند ونتساءل كيفاش الانسان هذا راه عايش دوكا اللي قتل اللاعب هذا راه فرحان بروحه سما لي غونتري دون ليستوار قتلت واحد. نعم ودخل الكرة تاريخ الكرة، لكن من أي باب دخل تاريخ الكرة الجزائرية وأدخل أيضا الكرة الجزائرية في نفق مقدم. محمد كنت طرقتنا إلى القرارات اللي يجب أن تتخذ، ربما نعود لك شيخ مصطفى على القرارات كنت تكلمنا عليها سابقا، لكن ما يجب أن تتخذ قرارات سواء من الرابطة أو حتى من النادي أو من الأنصار من كل من يساهم في الكرة الجزائرية، ما يجب أن يكون من الآن وصاعدا. شوف أولا أنا نروح للرابطة لأن بطبيعة الله هي أول هيئة كروية، أول هيئة الرابطة، ومن بعد واش يجي من فوقها يعني الفيدرالية، وزارة الرياضة، نزيد حتى ندخل وزارة الداخلية. نعم لابد أن الآن اليوم ولا صاعدا يعني من هذه القضية يكون من هذه القضية يصرى قرار صارم. علاش؟ باش تضرب به المثال. إذا قعدنا يعني بالقرارات هذوك لي سانكسيون هكذا دي سانكسيون يعني عقوبه من مباراه الى 10 مباريات يعني هذه ما راح تفيد الاول. علاش قلت لك لازم قرار صارم؟ يعني كي يجيك يعني من قلت الهيئات اللي تجيك راح لابد يضرب به المثال، وممكن ما نقولش راح يحبس العنف هذا ولكن راح ينقص. وكاين اجراءات اخرى ممكن نرجعوا لها من بعد نتكلموا عليها، لان انا من الناس اللي الان مع ايقاف وقف البطوله مده، لو كان مده محدده لماذا؟ باش نعملوا. انا بالنسبه لي انا نقول باللي لازم الان ديزاسيز كما درنا تاع كره القدم، ديزاسيز تاع ضد العنف، ماشي كما اللي درناهم كما من قبل كنا نقصروا انا محمد في الكولاسه، درنا دي مداولات هكذا يعني دي سيمينار كونت لا فيولونس، هذيك ما تفيدش. انا نظن باللي لي زاسيس وين لازم تجيب كل المعنيين الامر. انت من قبل تكلمت على الصحفيين، مش غير الصحفيين، نعم الصحفيين الحكام المسؤولين الرؤساء المناصرين يعني اللجان هذو تاع الوزاره يعني تبعت الممثل وزاره الداخليه، حتى علماء الاجتماع لازم يدخلوا حتى نفسيه اللاعبين. عندما تعمل لي زاسيس انا نظن حبسوها تغلقوا نقعدوا 10 ايام سيلوفو في يعني ريونيون في اجتماع ونخرجوا قرارات. واش القرارات يعني اللي لازم تتبق، نقولها ونعاودها، لان شحال من خطره خرجنا قرارات ولكن ابدا اسمعني مصطفى كان فيه تحسيس مصطفى، كان فيه تحسيس يعني في المدارس في المساجد. انا حضرت في ائمه في مدارس التنشئه الاجتماعيه لازم تكون كلها هذه كلش. انه العنف هذا ملعب كره قدم ولا ملعب تاع رياضه ما لازمش تكون في هذه الامور هذا. بصح اليوم انا نقول لي بلي انا نتكلموا دون الفيد كيما نقولوا، نتكلموا في الفراغ هكذا. اليوم لازم قرارات صارمه
بهذا الحدث اللي صرا في تيزي وزو، من هذا لازم قرارات صارمه نظام والرجوع تماك ما فيش تفكير، لان يعني رئيس الرابطه قال كنا سنخمو ما فيش تخمم. لازم قرار صارم. شوف حبيت باش نولي برك مصطفى. نعم. شوف مصطفى ما بقاش وقت باش نديروا لي زاسيس. انا كمسؤول اليوم مسؤول وما ناخذش المسؤوليه كلها وناخذ قرار ديميسيوني ونروح باسكو مانيش قادر نقول نسونكسيوني. شكون ما نصحقش انا ندير لي زاسيس. من هو المعني بالاستقاله؟ رئيس شبيبه القبائل ام رئيس الرابطه المحترفه لو بريزيدون تاع الجي اس كا، البريزيدون تاع لا ليغ دو فوتبول، بريزيدون لا فيدراسيون، المينيستر الانتيريور كاع يعطيك. اليوم المينيستر الانتيريور يقول لك نديروا اونكات. وي سي فري اونكات مي لازم نديروا اونكات شامله وعريضه باش او ديبار انا قلت واش تكلمت. قلت لازم البروكيرور دو لا ريبوبليك تاع تيزي وزو يغلق السطاد. يغلقوا صار كريم تما يسيليه. محمد لما نسمع اجتماع لمجلس الاداره لازم ندير ريونيون. انا كمسؤول غدا ان شاء الله محمد حتى لو عاشو حتى لو ماشي مليحه محمد غدا ان شاء الله حيكون اجتماع لمجلس اداره الرابطه وراح يكون استدعاء لرئيس شبيبه القبائل وايضا للحكام. شحال درنا من لي ريونيون ماشي خرجنا من لي احنا حياتنا كاع احنا غير لي ريونيون مي لي زوطر راهم يقتلوا فهمت. انا مار يعني فو برون ديسيزيون بلا ريونيون. انا مسؤول علاش ندير ريونيون ما نديرش ريونيون. ايقاف البطوله انت مع نحبسها جو في بويكوتي هذا الشامبيون هذا. واش جابت لنا؟ واش جابت لنا غير العنف. نهار كل جمعه عنف. لا ماشي الشعب يضرب بيناتهم لي سيبورتور يضربوا في اللاعبين، لا ماشي اللاعبين المسؤولين، لا ماشي واش جابت لنا البطوله. واش نربحوا منها؟ نخسروا غير دراهم. هذا ما كان. انا نقول كما قال ناصر مليح اليوم نشوفوا الوقفه تاع الناس لي زاكتور برينسيبو اللي راهم في الشامبيون. واش راح يديروا؟ باسكو علاش كيما صرا الايبوسي هذا كان. انا نقول كما قال ناصر مليح اليوم نشوفوا الوقفه تاع الناس لي زاكتور برينسيبو اللي راهم في الشامبيون. واش راح يديروا؟ باسكو علاش كيما صرا الايبوسي هذا يبقى لهم غدوه ولا غير غدوه فهمت. دونك لازم تكون وقفه كبيره على هذا الشيء هذا. ما نفو با نسكتوا عليه. يا كريم في الستاد فهمت. يا صاحبي محمد علاش انا سامحني هنا نقاطعك برك خالد. علاش قلت انا لازم لي زاسيز؟ علاه قلت سي فري كو موالفين يديروا ما يتبقوش الان. علاه قلت لك لي زاسيز؟ ولكن لي زاسيز وين لازم تجيب كاع توت لي ريسبونسابل تاع تو لي نيفو توت لي ستركتور لازم يحضروا. واش كان زمان يصرا؟ كان يديروا اجتماعات ولكن جامي تكون كل يعني المسؤولين كل الاطراف الفاعلين موجودين. تلقى يجيبوا كلكو. نقول كما قال ناصر مليح اليوم نشوفوا الوقفه تاع الناس لي زاكتور برينسيبو اللي راهم يديروا. باسكو علاش كيما صرا الايبوسي هذا يبقى لهم غدوه ولا غير غدوه فهمت. دونك لازم تكون وقفه كبيره على هذا عليه. يا كريم في الستاد فهمت. يا صاحبي محمد علاش انا سامحني هنا نقاطعك برك خالد. لازم لي زاسيز. علاه علاش قلت انا لازم سي فري كو موالفين يديروا قلت الشيء هذا ما نفو با ولكن لي زاسيز وين؟ علاه قلت لك لي زاسيز كاع توت لي ريسبونسابل لازم تجيب تو لي نيفو توت لي ستركتور لي ريسبونسابل تاع ما يتبقوش. الان زمان يصرا كان يديروا اجتماعات لازم يحضروا. واش كان تكون؟ كل يعني الفاعلين موجودين المسؤولين كل الاطراف تلقى يجيبوا كلكو. نقول كما قال ناصر مليح ولكن جامي الوقفه تاع الناس لي زاكتور برينسيبو اللي راهم يديروا. باسكو علاش كيما صرا الايبوسي هذا يبقى لهم غدوه ولا غير غدوه فهمت. دونك لازم تكون وقفه كبيره على هذا عليه. اليوم نشوفوا الستاد فهمت. يا صاحبي محمد علاش انا سامحني هنا نقاطعك برك خالد. لازم لي زاسيز. علاه علاش قلت انا لازم قلت سي فري كو موالفين يديروا ولكن لي زاسيز وين؟ الشيء هذا ما نفو با علاه قلت لك لي زاسيز لي ريسبونسابل كاع توت لي نيفو توت لي ستركتور لي ريسبونسابل تاع لازم يديروا اجتماعات. زمان يصرا كان لازم يحضروا. واش كان تكون؟ كل يعني ما يتبقوش. الان موجودين
المسؤولين كل الاطراف خويا كما قال ناصر مليح تلقى يجيبوا كلكو، ولكن جامي الوقفه تاع الناس لي زاكتور برينسيبو اللي راهم يديروا. باسكو علاش كيما صرا الايبوسي هذا يبقى لهم غدوه ولا غير غدوه، فهمت؟ نعم. دونك لازم تكون وقتوا عليه. اليوم نشوفوا وقفه كبيره على هذا الصاد، فهمت؟ نعم. يا صاحبي محمد، علاش انا سامحني هنا نقاطعك برك خالد، علاش قلت انا لازم قلت لازم لي زاسيز، علاش؟ ولكن لي زاسيز وين الشيء هذا ما يفو با سي فري كو موالفين يديروا لي ريسبونسابل كاع توت لي علاه قلت لك لي زاسيز تو لي نيفو توت لي ستريك لي ريسبونسابل تاع لازم تجيب زمان يصرى كان يديروا اجتماعات لازم يحضروا. واش كان مين ما يتبقوش الان موجودين المسؤولين كل الاطراف خويا كما قال ناصر مليح تكون كل يعني تلقى يجيبوا كلكو، ولكن جامي الناس لي زاكتور الوقفه تاع برينسيبو اللي راهم علاش كيما صرا الايبوسي يديروا. باسكو يبقى لهم غدوه ولا غير غدوه، فهمت؟ نعم. دونك لازم تكون اليوم نشوفوا وقفه كبيره على هذا الصاد، فهمت؟ نعم. يا صاحبي محمد، علاش انا سامحني هنا عليه نقاطعك برك خالد، علاش قلت انا لازم قلت لازم لي زاسيز، علاش؟ ولكن لي زاسيز وين الشيء هذا ما يفو با سي فري كو موالفين يديروا كاع توت لي علاه قلت لك لي زاسيز تو لي نيفو توت لي ستريك لي ريسبونسابل تاع لازم تجيب زمان يصرى كان يديروا اجتماعات لازم يحضروا. واش كان موجودين مين ما يتبقوش الان خويا كما قال ناصر مليح تكون كل يعني المسؤولين كل الاطراف تلقى يجيبوا كلكو الناس لي زاكتور الوقفه تاع ولكن جامي علاش كيما صرا الايبوسي يديروا. باسكو يبقى لهم غدوه ولا غير غدوه برينسيبو اللي راهم فهمت؟ نعم. دونك لازم تكون اليوم نشوفوا وقفه كبيره على هذا الصاد، فهمت؟ نعم. علاش انا سامحني هنا يا صاحبي محمد نقاطعك برك خالد، علاش قلت انا لازم لي زاسيز، علاش؟ ولكن لي زاسيز وين قلت الشيء هذا ما يفو با سي فري كو موالفين يديروا كاع توت لي نيفو توت لي ستريك علاه قلت لك لي زاسيز لي ريسبونسابل تاع زمان يصرى كان لازم تجيب يديروا اجتماعات لازم يحضروا. واش كان عليه يعني موجودين مين ما يتبقوش الان تكون كل يعني خويا كما قال ناصر مليح المسؤولين كل الاطراف تلقى يجيبوا كلكو الناس لي زاكتور الوقفه تاع ولكن جامي علاش كيما صرا الايبوسي يديروا. باسكو لي ريسبونسابل يبقى لهم غدوه ولا غير غدوه برينسيبو اللي راهم فهمت؟ نعم. اليوم نشوفوا دونك لازم تكون وقفه كبيره على هذا الصاد، فهمت؟ نعم. الفاعلين في الفاعل علاش انا سامحني هنا يا صاحبي محمد نقاطعك برك خالد، كريم لازم لي زاسيز، علاش؟ ولكن لي زاسيز وين قلت علاش قلت انا لازم في الشامبيونا واش راح سي فري كو موالفين يديروا الشيء هذا ما يفو با تو لي نيفو توت لي ستريك علاه قلت لك لي زاسيز لي ريسبونسابل تاع زمان يصرى كان لازم تجيب يديروا اجتماعات لازم يحضروا. واش كان عليه يعني موجودين مين ما يتبقوش الان خويا كما قال ناصر مليح المسؤولين كل الاطراف تلقى يجيبوا كلكو تكون كل يعني الوقفه تاع ولكن جامي يديروا. باسكو لي ريسبونسابل يبقى لهم غدوه ولا غير غدوه
هذه الخصوصيه للانصار تاعنا، مع هذا القليل والقليل جدا اللي يتحلوا بالروح الرياضيه يقبلوا. وانا مع فكره ايقاف البطوله او اللعب بدون جمهور الى مرحله طويله. نعم، وهذا ما نحبذ ان يكون من قرارات تكون شجاعه الادبيه والاخلاقيه لرؤساء الانديه وكل الفاعلين في الشان الكروي. السيد عبد الحكيم سرار، اشكرك جزيلا لهذا الاتصال وهذه الصراحه ايضا. شكرا لك. شكرا جزيلا، مع السلامه. كلام كثير يقال، بحاجة إلى شجاعة أدبية وأخلاقية من رؤساء الأندية وصحفيين وكل والمناصرين وأيضا مسؤولين. الكل يتكلم ويكون صريح مع ذاته أولا ومع الرياضة ثانيا. أنا تولي الشجاعة كما قلت خالد. نظن أنه أنا قلت لك تكلمنا قبيل على البطولات اللي تلعب الجماهير، لأنه صارت فيه أشياء غريبة في كرة قدم على الملاعب في تونس أو في مصر ولا الآخر. كما قال الحكومة، أنا نظن أنه لازم قرار من الأسبوع القادم ولا الجولة القادمة، إلا فيه كاش نقولوا تحبس البطولة لفترة أوكي، ولا تلعب البطولة بدون جمهور. لازم قرارات مثل هذه باش ربما الأنصار هذو راح يتكاكاو ويقولوا لي باللي كاع واش الأشياء اللي تصرى هذه مش كيفاش نقولوا ماشي حتى تهدأ الأنفس أيضا. هذه هي حتى بالنسبة أنا نهضر على هدوء الأنفس. هذيك العصبية بالنسبة للمناصرين وحتى للمسؤولين تنقص، يعرفوا باللي كرة القدم فقط لا. اليوم ما نقدروش نتكلموا على ثقافة فوز أو ثقافة انهزام، لأن ما عندناش احنا هذه الثقافة. ما نكذبوش على روحنا مرة أخرى. احنا نهضروش خياليا يعني. اليوم لازم نعاودوا نقولوا كلمة واحدة، هي قرارات صارمة وما نستناوش. كما قلت محمد قال مقبلات، جامي خدينا قرارات بصح اليوم بالمآسات هذه كيما هذه صارت تاع إيبوسي، صارت في تيزي وزو، كانت تقدر تصرا في ميدان اخر كما قال سرار، ماهيش في تيزي وزو سبيسيالمون. راهي في كل الميادين في كل الملاعب فيها الحجاره، فيها الشتم، فيها كلام غير اللي ما تقدرش تتصور كذا. ما تقدرش لاعب تاع كره قدم يلعب انت تجبد له كاع العائله تاعو، لا دي ما كاش اخلاق، تدخل في الاخلاق، تدخل في التربيه، تدخل في اشياء كثيره. لكن اليوم لازم قرارات صارمه بدايه من الجوله المقبله. نعم ان شاء الله تكون هذه القرارات حاضره بدايه من الجوله المقبله. خالد برك نقول احنا كاونسيان جوار وحنا نقول باللي نشاطروا الراي تاع الحكومه. شوف هو il a parlé en connaissance de cause aussi parce que il a tout donné en tant que joueur et président في السطيف. مي لي سيبورتو تاع السطيف راحوا لدارو باش يحرقوا له دارو وباش يقتلوه. دونك يعرف الشيء هذا، جاز عليه هذا الشيء هذا، وسي بور سا كو انا نشاطرو كي قال باللي نحبسوا البطوله يا ابري. واش راح يصرى؟ راح نموتوا؟ ما نموتوش. الناس تموت في السطاد. وما نيفيتيو ما يموت زوج ولا ثلاثه. فهمت؟ زيد ما نلعبوش بالشعب. يا اخي اللي روسات راهم يدخلوا الناس كاع باطل، واحد ما يخلص بلاصتو. دونك ما راح نخسروا والو. دونك يفو ميو اوكازيون جاتنا، اوكازيون باش نصلحوا نفوسنا، باش مش يا سيدي غير مع ضميرنا برك. هذا ما باش نقولوا او موا اون بري اون ديسيزيون باسكو انسان مات جاي يلعب بطوله جزائريه، جا هذا اترونجي، ماشي باسكو اترونجي نتكلموا هكذا. حتى لو كان واحد وليدنا هذا كاع الناس ولادنا. فهمت؟ او موا اليوم نقول جو في برون ديسيزيون. نعم هو عار على الكره الجزائريه ما حدث اليوم. يا ودي نقول لك حاجه والله العظيم كم بدون نتكلموا غير راح نتكلموا 4 ايام هنايا وما نحبسوش من الناس. اسكو الناس راح تاخذ هذا الشيء هذا بعين الاعتبار وراح تحكم قرارات. نعم هاو المشكل هذا. اليوم يرحم بابك احنا نطالبوا كاس افريقيا 2015 2017 2019. انا حاطين كيفاش راح هذا اليوم المسؤول تاعنا اللي هو رئيس الفيدراليه راح يدافع على الدوسي هذا. يحشم عيب، ما طاولوش فرصه، كنا اون بوزيسيون دو فورس. نعم محمد ايضا اليوم يروح هو بالدوسي ويروح شمال. نعم محمد وصلنا ايضا خبر الان وصول جثمان اللاعب ايبوسي الى المستشفى العسكري بعين النعجه بعد كان في المستشفى الجامعي بتيزي، ومنها ستنقل جثمانه الى مطار بوفاريكا العسكري لينقل الى بلاده الكاميرون حيث ستتم مراسيم الجنازه. يعني اجراءات كبيره للجثمان اللاعب ايبوسي لاعب شبيبه القبائل. ربما معنا ايضا عبر الهاتف مباشره من امام مستشفى العسكري مباشره اي نعم مباشره مستشفى تيزوزو الجامعي محمد امين بالغدوش مبعوث تلفزيون الشروق هناك حتى يضعنا في الصوره. اليك محمد امين.
إذا مشاهدينا نحن في مستشفى محمد نادير أين نقل اللاعب المرحوم إيبوسي الكاميروني. نقل أمس على حوالي الساعة 29:20. اللاعب وصل إلى هنا إلى المستشفى، دخل إلى مصلحة الاستعجالات. ثم ما أكده لنا مدير المستشفى عباس هو أن إيبوسي عند فور وصوله إلى المستشفى مات بسكتة قلبية، وليس إثر متأثرا بالجروح التي تعرض لها في الملعب. مات هنا، توفي هنا بسكتة قلبية. ثم تم إدخاله إلى مصلحة حفظ الجثث. ثم اليوم صباحا أو حوالي 1:10 تم نقله من هنا رفقة مسيري نادي شبيبة القبائل. تم نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة. ثم لإتمام الإجراءات الإدارية رفقة بين السفارة الكاميرونية والسفارة الجزائرية ليتم نقله بعدها إلى مطار بوفاريك، ثم إلى بلاده مسقط رأسه إلى الكاميرون. نعم أمين، أيضا ربما إذا في إمكانية تضعنا وتتقرب من الأنصار شبيبة القبائل حتى نعرف آرائهم بعد هذه الفاجعة وهذه الصدمة. كيفاش أعطينا برك كيفاش تلقيتوا خبر وفاة إيبوسي اللاعب محبوب لشبيبة القبائل؟ لقينا غاضنا بزاف على خاطر سيتي ان كرون جوار، سي ان بون جوار. هذا غير نتأسفوا كثيرا لما حدث لإيبوسي، نعزيوا العائلة الرياضية، عائلة الشبيبة وعائلة الفقيد. اللي مترجع للسبب هذا تاع الوفاة، العنف هذا اللي صار البارح. اسكو كنت في الملعب؟ انت ما كنتش في الملعب؟ ما كنتش في الملعب، بصح سمعت جاب لي ربي نورمالمون حوايج كيما هذوك دي بروجيكتيل في الاستاد ما يكونوش في الاستاد. يشوهوا الصوره تاع الكره، يشوهوا الصوره الكره الجزائريه والكره الافريقيه عامه. Est-ce que tu fais la binte? Oui, j'ai été dans le stade et il y avait des choses là-bas. Mais c'est pas bien de voir des choses comme ça dans les stades algériens. Et c'est terrible, comme un grand club comme la GSK, le petit terrain en Algérie, de voir ces choses-là. Un joueur comme Ibossé nous a quittés, ça fait mal au cœur. Et c'est pas bien, il faut régler des choses. Il faut régler les choses et voir comment le football algérien doit développer. كيفاش لقيت الخبر هذاك؟ صدمة كبيرة للأنصار شبيبة القبائل. كنا رايحين الدار، عيطوا لنا قالوا لنا إيبوسي راه مات. à l'avenir les gens voilà. واش يلزم باش نوقفوا هذا الشيء هذا؟ واش نقول لك، je ne peux pas prendre, je peux pas vous dire sur ce sujet. Mais بصح le sport en Algérie c'est terminé. ما بقاش سبور في الجزائر. c'est malheureux. هيا صاحب، شكرا. عطينا برك كلمة حول الموت تاع إيبوسي. عاجل حناشي اللي مات هو اللي خلى برمي نوفمبر هذا هدوه قايثيك، رجعوه كالشانتي وعلى جالو اللي يقتلوه. إذا مشاهدينا، هذه كانت آراء مناصري شبيبة القبائل التي صبت معظمها في إرجاع السبب الحادثة موت إيبوسي والعنف هذا اللي راه في صرف في الملاعب تاعنا، وخاصة في ملعب تيزي وزو. رجعوه إلى مسيرين النادي ومسيرين الرابطة. هذا هو السبب اللي رجعوه على حسب الآراء تاع مناصري شبيبة القبائل. إليك خالد. أحمد أمين بالغدوش، مبعوث تلفزيون الشروق إلى تيزي وزو، بالضبط إلى ملعب أو إلى مستشفى الجامعي بتيزي وزو. شكرا جزيلا لك، وتعزينا الخالصة لأنصار شبيبة القبائل، وأيضا لمسؤولي النادي القبائلي، وأيضا لعائلة إيبوسي، وأيضا لكل الفاعلين في عالم الكرة القدم الجزائرية. ربما الخبر الذي وصلنا الشيخ مصطفى أنه اللاعب توفي بسكتة قلبية، ليس متأثرا بالضربة. هل هذا يعني كلام محمد؟ والله شيء انا يعني مدهش. انا بالنسبه لي نقولها بكل صراحه، عندما يعني تتلقى يعني
كارلاج على حسب ما قالوا لي، يعني على حسب يعني كارلاجه، يعني اللي تقيس لك يعني المخ هنا يعني في من الصعب ان يعني انا بالنسبه لي يعني والله تفاجات عندما نقول باللي سكتة تكون سيتين هيموراجي ما فيها والو، يعني ممكن يعني بالنسبه لي يعني الاحتمال الاول هو ان تكون هيموراجي. الان الاطباء لا كلام مسؤول من مدير المستشفى. نغطوا الشمس بالغرباء. علاش ما تضربوه خلاص مات، علاش تقول كريس كاردياكم يا ودي هاولك الشيء اللي خلانا كل دايم نقعدوا متاخرين، ما نحبوش نهضروا الحقيقه، نحبوا نكذبوا برك. هذا ما كان. لو كاين لقطه محمد قانا في الصور اللي شفناها في الفيتي وين المناصر هذاك يقول لك حناشي، كيفاش حناشي راح يقول للجمهور ولا الانصار هذا، ولا يقول رفد الحجر وضرب نتايا اللاعبين تاعك كومبليس، تضرب اللاعب تاعك اللي خسر مقابله، خسر لكن ربما قصده هو انه توفرت الامكانيات حتى اللي ما كانتش ظروف مهيئه اليوم ما يقدرش يكون ريسبونسابل. زيد نقول لك حاجه مقابل الحكومه هدر كلام منطقي. علاش الحجر راهي غدا في هذا الامس غرفه تنساو انتم يعني نروحوا غير العام اللي فات نجبد مثال المقابله تاع نفكروا المولوديه. تفكروا وماشي غير عين فكرون، نروحوا الوهران، تروح للجزائر، تروح للعشريوت، تروح اي كل ملاعب تاع الجزائر. الحجره هذه راهي ماهيش موجوده غير ميزه الملاعب الجزائريه مثل ما قال اذا غابت ما حكم فيها. شو خالد اسمح لي مصطفى، لعبنا في ملاعب افريقيه مصطفى محمد هنايا، وكانوا الجماهير جامي يرفدوا الحجر هذوك باش يضربوا الفريق تاعهم حتى ولا خسر الفريق تاعهم. ما تقدرش هذه التربيه هذه فيه بدات خشونه فوق الميدان لاعبين لكن ما يرفدش حجاره من يجيبها من برا ويضرب الفريق تاعو لكن خسر. هذه التربيه هذه. ناصر شوف احنا وين لحقنا هاد الافريقيين هادو اللي جوار دو كولور اللي يقولوا لهم يروحوا الاوروبيين واش يلقاو دي زاكت اراسيست، احنا نجيبوهم باش نقتلوهم سي بير. وهما داروا احتجاجات وقفوا على هذا الشيء باسكو ما يحبوش هذاك الشيء، الناس وقفت معاهم، الناس احنا جبناهم باش نقتلوهم. لكن محمد احنا ليس اللاعب الذي قتل عمدا يعني. يا ودي نقول لك حاجه، شوف يعني انا سقط حجاره عليه اسمع يعني مش يا كريم لازم نديروا حاجه. هذا ما كان سوا بور ايبوسي ولا بور اكس في الصطاد، الناس ما تموتش في الصطاد، تتقبل وليدك يروحوا يقتلوا في الصطاد. اسكو انا هكذا جو بار دو برانسيب كيما انا ما نحبش ولادي يقتلوهم في الصطاد ما نقتلوش الناس واحد اخرين. هذا ما كان كي نحب انايا نحب باش يعطوني حقي لازم نعطي حق الناس. كي نعرف كي لوسكون بار دو سي برانسيب لا هكذا الناس تولي لاباس بها باسكو كيلكو بار تاعنا كيلكو بار كوم بداو نهضروا على الكوتيديان تاع المناصر هذا تان ربما نعطوا الحق تان باسكو راه عايش في ظروف صعيبه تان. واش الشيء اللي خلاه باش جا اصطاد وباش يسب؟ واش الشيء اللي خلاه باش جا ضرب بالحجر؟ واش الشيء اللي خلاه باش جا وما يقادرش الناس؟ كان يفو سبوزي لي كيسيون توت سي كيسيون هذا لي كيسيون فو لي بوزي. نعم تحتاج دونك كاين الاشياء اللي خلات الناس باش دونك نقول باللي شوف طون ما كاش عداله اون جيستيس تاع الصح ما نقدرش نتحكموا في حتى امور. نعم ان شاء الله يكون فيها خير فيما هو قادم. اذا رحل ايبوسي نقول لله ما اخذ ولله ما اعطى. رحل ايبوسي صاحب 24 عاما الذي امضى عقدا مع شبكه القبائل لمده موسمين، التحق الموسم الماضي وكان هدافا للبطوله ب17 هدفا. سجل اخر اهدافه امس مع مباراه اتحاد العاصمه في الدقيقه 27 ورقص رقصه الوداع بالنسبه لشبيبه القبائل، واخر رقصه واخر هدف كان له ولم يكن يعتقد ويظن بانه سيغادر الحياه. ايبوسي نشاهد صور لاخر اللحظات للاعب ايبوسي عندما سجل ضربه الجزاء وايضا كانت رقصه ليست قلبه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. والله من الواحد مثل ما قلت محمد، ولا واحد كان يظن بأنه القدر تاعو راح يكون بعد 40 دقيقة فقط، بعد صفارة الحكم، وبعد ما زادت عنده الطفلة البارح أمس كان عنده مزيود يعني عنده مزيود بعد زاد وما تلعب في الليل. نعم والله الأمر محير جدا. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ربما أيضا حتى نؤكد الخبر مثل ما كان تكلمنا معنا زميل محمد أمين بالغدوش، ما قاله مدير المستشفى أن اللاعب إيبوسي توفي عن طريق سكتة قلبية لم متأثرا بالإصابة. نتابع. عندما وصل إلى الاستعجالات الطبية للمستشفى الجامعي، دونك كانت في المرصاد أطباء المستشفى الجامعي notamment donc les médecins réanimateurs. malheureusement السيد المرحوم إبوسي ديجا الحق في حالة ما تشكرش، في حالة غيبوبة، donc il commence déjà à gasper. donc quelques secondes après من الحق إلى دار سكتة قلبية، ودونك الطاقم الطبي المخصصين في الإنعاش دونك داروا كاع المستحيل باش بول رانيمي. مالوريزمون دونك توفى بعد دونك tous les moyens nécessaires faits pour le ranimer. دونك توفى السيد إبوسي سويت، وهذا الشيء هذا على حوالي الساعة 9:30 ليلا. إذا إيبوسي لفظ أنفاسه الأخيرة في حدود الساعة 9:30 ليلا متأثرا بالإصابة بعد رشقه بالحجر من مدرجات ملعب أول نوفمبر بعد نزيف حاد تعرض له على مستوى خلف الرأس. ربما محمد كلام مثل هذا أصبح منطقي، لأنه الدكتور لما يتكلم كي تسمع الدكتور يتكلم ولا لو ديريكتور دو لوبيتال سي لوجيك سي نورمال، يقول لك بلي الحق لوبيتال هو دون ان ايتا تري غراف ابري افوار ريسيو ان بروجيكتيل الاخر، سا سي لوجيك سي نورمال، ومن بعد ايموراجي مع داير كاردياك سي نورمال، حتى لو مانيش دكتور اختصاصي في هذا الشيء هذه، مي واش قال هو نقول سي نورمال كلام مسؤول. كلام مسؤول سي نورمال، مي واش سمعنا ما قبل يقولوا باللي ما ماتش باسكو قاسوه ولا باسكو دار ناري كارداك، سي فو، سي مات باسكو قاسوه في راسو ومن بعد كي لحق للسبيطار كان نزيف كثير وكان هيموراجي. نعم هو يعني رحل عنها اللاعب إيبوسي بهذه والله حتى اللسان يعجز عن لا خسارة. أنا قلت لك في بداية الحصة خسارة كبيرة للبطولة للرابع هذه ليغ 1 هذه، وين ضيع أحسن كاش انيماتور تاع هذه البطولة من المهاجمين، ما عندهاش دوك ما عندهاش. وناصر تحس روحك كان شغل كومبليس، إنسان هذا كيما قال واش ذنبو، جاي سيتي ميغري للجزائر جاي يلعب كما قال مصطفى من قبل بلان دو جوا بلان دو قضيه مثل هذه محمد. انا كان عندي معاه كلام، كان تكلم لي شويه المرحوم، تكلم لي على وينجاز في اسيا، لعب في البطولات الاسيويه وكذا. نعم انا في ماليزيا بيراك الموسم الماضي تكلمت معاه مده ساعتين، وين يقول لي انه صبت انا هنا بطوله وين صبت روحي وماذا بيا نزيد عام. انا كنت قلت له لو كان تمشي لاوروبا احسن لك. نعم. لو كان زيد عام مكاتب الله هذه. ما نساوش برك خالد، لازم المعلومه نمدوها، لانه كان راح يستدعى يعني من طرف اول مره كان راح يستدعى اللي تيكونفوكي. نعم في مباريات تصفيات وكنا من الناس انا معتقد مقتنع بانه يعني يكون عنده المكانه تاعو كما راه اللاعب منتخب الكاميرون. والنقطه الايجابيه كان خلوق مثل ما تكلمنا مع زين جودي كان يقول عليه انه كان يعيط له مونبارو، يعني اب تاعي، يعني اللاعب كان خلوق. وايضا في حواراتنا اللي كنا نتلاقاو به في الملعب اول نوفمبر لما ينهي الكلام يقول السلام عليكم، يقول يعطيك الصحه. لا يحسن العربيه لكن عنده كلمه. العاده انا قلت لك انا قلت لك تكلمت معها مده ساعتين، قال لي انا والفت هذه البلاد هذه، والفت الناس حبها، دخلت في قلبه كما نقولوا حنايا. وين لانه لما تجي البطوله الجزائريه واول موسم وتسجل 17 هدف وتلعب فوق لو طارطون، واحد على بالك كيجي من افريقيا ويلعب فوق طارطون صعيبه، غازون سينتيتيك هي صعيبه، وتاقلم
وكان من احسن لاعبين تاع البطوله تاعنا. نعم. اليوم تشوف صور مثل هذه. ان شاء الله نتمناو خالد، يعني قبل ما ان شاء الله نتمناو تكون اخر جريمه، ان شاء الله اخر جريمه من هذا المنظر، نقولوا ان شاء الله ما يزيدش يصراو حوادث مثل هذه في الملاعب، لان والله كما يقول لك ما لقيناش الكلام. رانا هنا والله ما نلقاو الكلام درك باش نعبروا عليه. نعم. ان ما عشناهاش حنا، هذه ما عشناهاش من قبل، وظاهره راهي دات. نعم، مظاهره دخيله على المجتمع الجزائري. دخل ما كانتش ما كانتش عندنا هذه اللي احنا علاش محمد هذيك لا باسيون لا باسكو رانا حشمانين، لان ما عشناش هذوما الاشياء ما عشناهمش. كاين عشنا، ما كاين مات، انا مات عندي، مات امامي لاعب، ولكن في الملعب يعني كريس كاردياك بن ميلودي الله يرحمه مات يعني في الملعب، ماهوش مش لا مصطفى خالد. حنا نعرفوا الناس اللي يحبوا، نقولوا لهم لازم تجوا تتبعوا البطوله تاع الجزائر. حبينا نطلعوا كما قال محمد المستوى، بس سهل باش نطلع المستوى بالخدمه بالكلام، طلع المستوى توعيه. لكن الناس براويه دي زيترونجي نقولوا لهم روحوا الجزائر، فيه بطوله، فيه لاعبين، فيه هذه لا مسح لك تشوف هكذايا شغل تفشل. نعم، ربما نصل حتى نشهدوا ربما صور ايضا اللي بعد تلقي انصار شبيبه القبائل خبر وفاه اللاعب والمهاجم ايبوسي هداف البطوله في الموسم المقبل. نشاهد الصور الصدمه بالنسبه لانصاري الكناري. إذن هكذا كانت صور بعد تلقي خبر وفاة ورحيل
لفظ أنفاس الأخيرة للاعب ألبير إيبوسي صاحب ال 25 سنة، لاعب شبيبة القبائل وهداف البطولة في الموسم المقبل، وآخر هدف كان له مع اتحاد العاصمة في مباراة أمس بهدفين مقابل هدف واحد. ربما معنا أيضا مجيد يحيى رئيس نادي اتحاد شوية عبر الهاتف. تحياتنا لك شيخ عبد مجيد. مساء الخير. مساء النور، تحياتنا لك. نعزوك أيضا بخبر بما أنك فاعل في الكرة الجزائرية برحيل لاعب وضيف وممثل للكرة الكاميرونية في الجزائر. كلام كثير يقال، لكن نريد أن نكون عمليين، نريد أن تكون لنا الشجاعة الأدبية والأخلاقية حتى نقول ما يجب أن يقال ونتخذ قرارات التي يجب أن تتخذ. مجيد يحيى، ما هي الخطوات التي ستتخذها وتتعمل على وتتمنى أن تكون حاضرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي أنفسنا ونعزي العائلة الرياضية الجزائرية والعائلة الرياضية الكاميرونية وعائلة الفقيد وشبيبة القبائل خاصة. أما يعني على هذا الفاجئة، يعني أنا كنت المهم أنا على صواب عندها واحد 6 أشهر ولا 8 أشهر على قناتكم، على قناة بعض التلفزات، قلت انتظروا أنه يوقع فيها دم ويوقع أرواح، لأن المحيط تاع كرة القدم كان متعفن. كان فيه أمور تتحتم باش يكون العنف. نعم. ويكونوا هذه الأمور نوصلوا لها، وللأسف احنا طلبنا باش يكون يعني معالجتها عميقة. نعم. والناس الفاعلين يتلاقوا في فرد طاولة ويتحدثوا على كل المشاكل اللي راهم يصراو في الملعب، لأن ما كيدي بلاص في الملعب كأنك رايح المقبرة، ماكش رايح تلعب كرة القدم. نعم. تخمم يضربوك ما يضربوكش، كيفاش تصور تاع الأنصار، يعني داخل الحرب ماكش داخل مباراة كرة قدم. ماهيش كرة قدم. نعم. نوليو نخمموا رايحين المجزرة، ما حناش رايحين راح نلعبوا كرة القدم في ملعب ما. يا واش راح يكون الحكم، واش راح يكونوا المناصرين الاخرين، واش راح يكون رد الفعل الفريق المنافس يفتش على النتيجة بأي صفة. نعم. هذو هما. شوف النتيجة بأي صفة هي اللي دات كرة القدم لهذه الأمور. احنا قلنا وقلتها قبل باللي نستثمروا في النتيجة اللي دارها الفريق الوطني، نقعدوا في طابلة ونجيبوا حلول ونستثمروا في هذا النجاح. نعم. باش نمشيو ما نقولوش سينجحنا. نعم. هذا باب درنا خطأ. عفوا. فوكمون الي دولما. انا بالنسبه لهذه باش نربيو الجمهور تاعنا وباش نربيو نفوسنا. نعم. الاولى عفوا. لازم رئيس الفيدراليه ورئيس الرابطه والدوله تكون عندها شجاعه تلعب الشامبيونا او يكلو. نعم. نهار نترباو، نهار نرجعوا حضاريين، نهار تنحمنا من العنصريه وهذا التعنف، لان ما كاين حتى الناس اللي حابين يستغلوا ضد رايس ما ولا رايس ما، يخلقوا ناس تجي تشغب تجي تسب تجي دير. راهو عندنا دوك ما عندناش والله نروحوا للملائكه كرفي. نعم. رانا رايحين. نعم. الشيخ عبد المجيد. نعم. كان معنا اتصال منذ قليل مع الرئيس مجلس إدارة اتحاد بالعباس عبد الحكيم سرار، قال انه مع ايقاف البطولة، وايضا مع ايقاف البطولة الى اجل غير مسمى او مسمى، وايضا لعب مباريات بدون جمهور حتى توقف هذه، لانه الملاعب الجزائرية اصبحت كلها اذا غابت عنها الحجارة هي ليست ملاعب كرة قدم في الجزائر. انا معاه صراحة يحبسوا البطولة هذا عام. لازم قلت لك شجاعة، لازم قرار رئيس ولا رئيس الحكومة الشبيبة والرياضة، مجلس وزاري يهز قرار، لأن مازالوا راح يموتوا عباد. نعم. مازال هذه راهي بداية. خلي البوليسية اللي راهم فوق السمانة يطيروا عينيهم يطيروا ذراعيهم يطيحوا. راني لعبت كرة القدم، راني قلت لك رايحين المشاجرة. نحن رايحين نتباراو في كرة القدم، روح رياضية، نحضروا الحفل اللي ربح مبروك عليه، اللي خسر مبروك عليه، واللي دار تعادل. هذه كرة القدم. شوف في اوروبا احنا ما حبيناش نترباو، احنا نترباو بالعصر. نعم. لازم قرارات شجاعة. نعم. قرارات ردعية. الدولة والفيدرالية والرابطة تهز اقصى عقوبات ضد هذا الجمهور. نعم. هذا ما نتمنى. نعم. ان شاء الله رسالتك توصل. اشكرك جزيلا.
الشيخ عبد المجيد يحيى رئيس نادي اتحاد الشوية. نعم الشكر موصول وشكر متبادل، وإن شاء الله تكون هذه القرارات تكون ملموسة حتى نتكلم عليها وفقط ونحتى نبيع الأوهام للجمهور الجزائري وكل من يتابع ويحبذ أن تكون الكرة الجزائرية. يجب أن نرجعها إلى المسار التي يجب أن تكون فيه، حتى لأنها خلص يعني راي في طريق ما نقولوش يعني كانت في طريق اخر الكره الجزائريه. مسدود نعم. حال التاريخ مسدود، واحد يقولها. نعم. الكره الجزائريه المحليه لماذا علاش سي تري سامبل. نعم. وعلاش ما راناش نكونوا لاعبين، رانا نتكلموا علاش رانا نجيبوا لاعبين. نعم. كاش راهي البطوله في ظل كل هذه الصعوبات. ما السياحي كان يتكلم، كنت سالته يقول لك هو كيروح الملعب والله يشوف الملعب، انا قالها لي شخصيا، يشوف الملعب من التونال، يشوف الماتش من التونال، ما يقدرش حتى يقعد في المنصه الشرفيه. نعم. يعني شوف يعني وين لحقنا، يعني كاين اسباب كبيره. انا نعاود نزيد نقولها، انا الفكره تاعي انا لابد ان كل الناس معنيين بالامر، كل الفاعلين يعني فاعلين كرة القدم والرياضه بكل يتلموا ويخرجوا قبل ما تولي يعني رايحين للسد وتزيد تصرى كارثه اخرى. نعم ان شاء الله يكون فيها خير. ربما ايضا شوف نعم كنا تكلمنا على المسؤوليه كاع الناس تشارك فيها. قلنا الناس كاع عائله كرة القدم كاع مسؤولين منها احنا الجورناليست، المحللين، المدربين، اللاعبين، الحكام، الشعب، même اللاعبين عندهم من تري غرون ريسبونسابيلتي، من بارت ما كاش كبيره، باسكو حاليا انا عندي خبر باللي بعض اللاعبين يمدوا دراهم للاشخاص المناصرين باش يحموهم، اللي عايشين في المحيط واللي عايشين في المحيط تاع الفريق، اللي يتمشاو مع الفريق، هذوك اللاعبين يخلصوهم باش يحموهم، باش ما يسبوهمش. دونك شوف يا نونغروناج تيريبل، ورؤساء يمدوا ثاني المناصرين، ميم الرؤساء ثاني يمدوا ثاني المناصرين. دونك شوف يتخلطت، شوف اختلط الحابل بالنابل. والله كي تسمع خالي وحكم يتكلم على الشيء هذا، نقول بلي عندنا افكار كاع افكار وحده. حنا اوني بور، انا شخصيا اني بور باش نروح حتى جوسكا 5 تاع بدون شعب، بدون جمهور. نعم. 5 سنين نلعبوا البطوله هكذاك. نعم. وانا نقول لك ما راح يصرى والو، او كونترير اللاعبين يتهناو، المسيرين يتهناو، الحكام يتهناو، المسؤولين يتهناو. نعم. لابوليس ما تكونش عندهم خدمه كبيره. نعم ان شاء الله يكون فيها خير. ربما ايضا معنا ايضا عبر الهاتف الاعلامي حفيظ دراج، اعلامي في قنوات بين سبور. تحياتنا لك عبد الحفيظ. مرحبا بك خالد، ومرحبا بكل الضيوف، واهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. مرحبا. نعم هي فاجعه كبيره مست الكره الجزائريه، فاجعه، واللاعب ايبوس الذي لفظ انفاسه الاخيره بعد تعرضه لرشق بالحجاره. الكل يتحدث عن ما يجب ان يتخذ، وكل يتحدث ايضا حفيظ عن الشجاعه الادبيه والاخلاقيه حتى تتخذ. هل ممكن قراءه لما سيكون السيناريو المقبل والقرارات التي يجب ان تتخذ حفيظ؟ والله أنا قرأت الكثير من التعاليق وسمعت الكثير من التصريحات بين البارحة مساء إلى اليوم. هناك لقاءات تعاليق وتصريحات مؤسفة في آن الوقت على غرار الأسف اللي نسجلوه على الحادثة، وهناك تعليقات أيضا في محلها وفي موقعها، ولكن الوصف الأمر بالكارثة هو أمر قليل جدا، لأنه خاصة بعد مونديال البرازيل مؤخرا، ونحاولنا أننا نعطي صورة جيدة عن شبان جزائريين وعن جزائريين قادرين يتألقوا. اليوم كسرنا كل شيء تقريبا بهذا الفعل، خاصة وأن الأمر يتعلق بلاعب أجنبي، خاصة وأن الأمر يتعلق بمباراة بين فريقين من أفضل النوادي في الجزائر. أتصور بأنه هذا دليل آخر على فشل ذريع جدا لمنظومتنا. عندما نقول منظومتنا، أنا أتحدث عن المنظومة الرياضية عموما، وأتحدث عن المنظومة التربوية عموما، وأتحدث عن المنظومة الأخلاقية. منظومات كثيرة اليوم انعكست أو أكدت ايضا بسبب العقاب الموجود على مستويات عديده جدا. اعتقد بانه الشاب الذي تصرف مثل هذا التصرف هو عينه من شباب اخرين ممكن يتصرفوا تصرفات اخرى، لانه ليس هناك عقاب، لانه ليس هناك قدوه، ليس هناك امثله. عندما تسمع مسيرين يتحدثون عن التحكيم ولاعبين يتحدثون عن التحكيم، ولا واحد يعترف بعد نهايه مباراه ويقول انا خسرت لانني ما لعبتش مليح، ولا خسرت لان المنافس كان افضل مني. الكل يضغط على الحكام، الكل يضغط على الرابطه، الكل يضغط على الاتحاديه.
اعتقد بانه فشل ذريع كبير جدا يخلينا من المفروض ناخذ اجراءات صارمه جدا، حتى ولو ربما اذا اقتضى الامر اننا نتوقفوا عن اللعب نتوقفوا، لانه المنتخب الوطني ماهوش منتخب تاع لاعبين محليين، لاعبين يلعبوا في الدوريات الاجنبيه. يلا نتوقفوا، نجربوا اننا نتوقفوا سنه ونشوفوا واش يحدث. المنتخب يبقى يلعب ومش عارف ربما امر مبالغ فيه، ولكن انا حزين جدا على الواقع، ربما ليس على الحدث في حد ذاته، ولكن حزين جدا على شبابنا وتصرفاته في مثل هذه الظروف. نعم والله حزن كبير بعدما يعني فاجعة، لأنه خاصة كانت عن التبعات فيما جرى من السابقات مع حسين أنشي وكذلك مع اللاعب العفاوي. ربما حفيظ، هل أنت بصراحة يعني مع أم ضد إيقاف البطولة أو لعب مبارياتها من دون جمهور؟ لا، هو على الامر السخون هكذا ممكن انسان يقول اي شيء، ولكن الامر يحتاج الى وقفه. خليني نقول لك الامر يحتاج الى وقفه، ليس فقط من وزاره الداخليه التي تعلن عن فتح تحقيق، لانه فتح تحقيق عمليه اليه وعاديه جدا. فتحنا تحقيقات كثيره جدا في السابق وما زلنا سمعنا بها، بما في ذلك تحقيقات في مقتل رئيس لم نسمع عنها فيما بعد. التحقيقات هذه اعتقد بانها در للرماد على العيون. الامر اكبر من ان نفتح تحقيق، لانه الامر اخلاقي وتربوي وسياسي ومعنوي وثقافي وتربوي، يحمل الكثير من الاشياء تستدعي منا كل واحد في موقعه انه الدوله هذه والجزائر هذه والشعب هذا لازم نعاود نرجعوا الامور الى نصابها، كل واحد يتحمل مسؤولياته. ممكن الناس يقولوا يتكلم في كلام عمومي، ولكن هذا هو الواقع. الواقع ليست فقط طفل صغير رمى حجره او شاب رمى حجره على لاعب وتوفي بعد ذلك، اكبر بكثير من ذلك. لانه من دون هذا خلينا نقول لك، من دون ما يحدث هذا الامر يستدعي اننا نسترجع الهيبه نتاع الشعب والهيبه نتاع الدوله والهيبه نتاع المجتمع بصفه عامه، ونطبقوا القانون ونحترموا القانون ونحترموا بعضنا بعض، ونعتبروا بان الرياضه هي مجرد لعبه، وما نعتقدوش بانه خساره اليسمى ولا الجياسكا ولا اي فريق هي كارثه. نسمع انا يقول لك خسرنا ما لازمش نخسروا في بلادنا. كيف ما لازمش تخسر في بلادك؟ شكون انت يعني؟ شكون انت باش ما لازم تخسر في بلادك؟ البرازيل خسرت 7 في كاس العالم في بلادها وما حدث ولا شيء. الامر كبير جدا. حتى احنا يعني الاعلام ما ننساش عنده دور سلبي كبير جدا. نتكلم على الاعلام، نتكلم على نفسي انا ايضا، لانه عموما نتكلم على الاعلاميين ونتكلم على المدربين ونتكلم على اللاعبين ونتكلم على الاولياء ونتكلم على المسجد ونتكلم على المدرسه ونتكلم على كل المنظومات، كل مدارس التنشئه الاجتماعيه. نعم. حفيظ دراجي، معلق واعلامي في قنوات بين سبور الرياضيه، شكرا جزيلا لك. شكرا ايضا على هذه الصراحه، شكرا لك. العفو يا سيدي. نشر كلام كثير. كل الفاعلين يناشدون ويطالبون بأن تتوقف البطولة وتكون عندنا القدرة والشجاعة حتى نوقفوها، حتى نجربوها مثل ما كنت تقول أنت، أسبوع أو أسبوعين. شوف، قلنا كل شيء. أنا نظن أنه واش قال حفيظ احنا تكلمنا عليه ربما تقريبا ساعة أو أكثر. نعم. كل هذه النقاط تكلمنا عليها، أنه فيه هذا تربوي أخلاقي كل شيء، تكلمنا على كل هذه الأشياء. أنا نقول كلمة واحدة باش ما نزيدوش. اليوم لازم قرارات، نعاود نقولها عدة قرارات صارمة. لأنه هو سواء نحبسوا البطولة، سواء نلعبوا نكملوا نلعبوا البطولة بدون جمهور. لأنه وصل البارح في تيزي وزو، ما لازمش يروح هكذا. واش نقدر نقول؟ الكلمة الأخيرة تاعنا أنه قلنا كلام كثير. قلنا كلام كثير، العنف تكلمنا عليه، تكلمنا على رجال الأمن اللي تسوفري في الملاعب، حتى رجال الامن. انت كيفاش انت واحد يجي باش يخدم على روحه ويدير كيما نقولوا لا سيكوريتي وانت تضربوا بالحجاره؟ فهمت؟ هذه تدخل في الاخلاق تاع الانسان. ويغيدنا الشباب تاعنا ايضا، ما نخبيش عليك، انا الشباب تاعنا هذا اللي رايح هكذاك برك، اللي هذا لازم قرار نحبسوا نلعبوا بدون جمهور. نعم، ان شاء الله يكون هذا تكون عندنا شجاعه. ربما ايضا معنا اراء الشارع الجزائري في العاصمه الجزائريه بعد هذه الفاجعه وهذه الصدمه وهذه الكارثه التي حلت بالجزائر في كره القدم. نتابع. مي وصل البارح، سمحي لي نورمالمون البالون يحبس في الجزائر كاع اختي، خاطش حنا ربحنا كره قدم. دوك السيد باش يتوفى هكذاك كما نقولوا عار على الكره الجزائريه، الله اعلم ماشي هكذا. يرحم والديك، والعام اللي فات كان الله يرحمه تما بيتر وتوفى قبل ما يموت، ماركا قبل ما يتوفى. ويا كما نقولوا حكايتها 90 دقيقه، لعبه هذه لعبه كره قدم، فيها اللي يربح فيها اللي يخسر. تولي السلطات المعنيه بالامر، وراهو الامن اختي.
وراو الامن لم يحكوا عليه. احنا نشوفوا في الامن صح، شوفوهم دخلت على الصاد يفيونا، نحي باسكت نحي كذا، حبه في ميشن ما تدخلهاش، ما عليش، قال لك هذا هو الاحتراف. بصح جوار يتوفى بهالطريقه هذا ماشي احتراف، تسمحي لي بالبسه. هادو نقول لك صح نسيبورتات درك هادو ماناش نقولوا الامن. الامن انا نعس روحي، وكي ندخلوا الاستاد نعسوا روحنا. جاونا لي سيبورتات نرحبوا بهم، احنا رحنا اليوم يرحبوا بنا. علاه يضربني ولا نضربوا له؟ واش كاين بيناتنا الاستاد هذا؟ والضربه كيما هذه تاع البارح، هذه تاع الكاميروني هذاك الله يرحمه، غير يحبسوا الشامبيونا، غير يقاريو الشامبيونا خير. هذه انا ما مناش، حنا العاصمه هنا، العاصمه هنا في بولوغان ولا في 20 اوت الكسرنات كاع يجوا، الدوله كاع تلحق. كي يلعبوا على برا لا بوليس كاع في التيران وتريبي شحال كات بوليس سيتو. لازم نسقموا روحنا ثاني شويه. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux, c'est une honte pour toute l'Algérie, toute entière. عيب كبير. Un type qui n'est pas d'ici, n'est même pas d'Algérie. Il ne faut pas que ça soit pour un Algérien ou un étranger. عيب كبير, c'est une honte pour tout le monde est responsable. Tout le monde, les responsables, le système de l'Ouali et compagnie. يبوسي نعرفوا بلي انا سي ان كرون جوار في الجزائر، شغل يعجبني الجو تاعو. البارح كي سمعت به ما رقدتش، قعد لي الكاميرا نتخبط، خممت فوتبول انا في الجزائر انا ورايح. لي سيبورتور انا ما نوليش نطلع للستاد، وليدي دوك كيفاش يطلع للستاد، الغاشي كيفاش يولي يطلع للستاد. جوار مات، انا نطلع من الدوله، الا راهي الدوله تكزيستي في الجزائر تحبس فوتبول 5 سنين كيما ليبيا. ما لعبوش سينيور، يلعبوا جينيور لتحت باش الفوتبول بالك يتسقموا هذو لي جينيراسيون الجايه. عندنا جينيراسيون ما تفهم والو، تفهم لازم تربح ولا تخسر. هاي بريزيل خسرت في بلادها معامل مع الالمان. كش ما صرا والو، بلاد منظم، كانت بلاد في مشاكل. كش ما صرا كاش عبسه نقولوا راهم خسروا ناضوا صفقوا جاو خلاص. هذا هو الفوتبول، ربح ولا خساره. جوار كيما هذا وعيب ثاني، عيب شنو ايترونجي. دوك حنا واش يشوفوا فينا؟ هي صدمة كبيرة كحلت بها كرة القدم الجزائرية، ويكون يناشد بأن تكون المباريات بدون جمهور أو إيقاف البطولة. المهم أن تكون قرارات صارمة وتكون فيها النجاعة إلى حد ما. ربما أيضا نقطة مهمة محمد هي هذه الكارثة التي حلت بكرة القدم الجزائرية. نعم هذا هو احنا المستوى تاعنا. نعم. لا محمد اون بليس بعد لو باركور عندها شهر برك، شهر شفنا كيفاش نقولوا الباركور تاع الفريق الوطني تاعنا. نعم. جاز دوزيام تور، حنا قلنا تسمى دوكا راح نبروفيتيو ان بو من الباركور هذا باش الشامبيونات تاعنا يكون احسن، باش الناس تبدا تشوف فينا اوترومون ايتو. نعم. عندنا منتخب يلعب مليح، ريحنا شفنا نحبوا وكان عندنا فرصه كبيره باش نابريتيو كيما قال لا كوب دافريكا 2017، لكن لم نشوفوا واش وصل البارح. تو لي جورنو انا بيرسونيلمون ماذا بيا ما نورغانيزيوش لا كوب دافريكا هذه. نعم حتى ما تكونش هكذايا ونخلوا باسكو الصوره هذه تاع الجزائر، حنا الجزائر هي بلاد لا فوق كل واحد، فوق كل واحد. نعم نصلوا صورة الجزائر قبل كل شيء. نعم. ومن بعد لانه حتى هي من ليبيا يعني من ليبيا كانت سحبت بعد احداث العنف التي كانت هناك في ليبيا. عاد كنا الجزائر قريبه، لكن اصبحت في الملاعب اصبحت يعني تزهق ارواح. بعد اسابيع كنا خرجنا في الجزائر، كانت الكره الجزائريه كانت العالم الكل يتكلم على المنتخب الجزائري. قلنا او موا بور اون فوا خرجنا كاريمون الفريق تاعنا ولا عندنا يتكلموا على المستوى تاع الكره تاعنا، الكره الجزائريه. قلنا البطوله هذا العام حتحسن، يكون مستوى احسن. لكن لما تشوف واش صار البارح في تيزي وزو ولا في كل ملاعب وهذا العنف هذا كاع، حتى نحشموا كاع. نعم هي والله شوف هي كان حاجه برك يعني لي سير اش قال محمد ونصر لا كونديداتور تاع الجزائر. انا نظن باللي الحظوظ راح ماشي غير تكون ضئيله جدا. يعني واش كان يعني عندنا بورسونتاج كبير، كان نقدر نقول 100% الجزائر هي اللي تنظم كره بطوله افريقيا 2017. ولكن مع وصرا لان علاش كسوا او نيفو دو لا كاف، يعني في الهيئه تاع كره القدم الافريقيه او في لا فيفا، ما تلعب ان باندين باس ولا سيكوريتي. على الامن هما اول بون يعني تاع النقطه تاع الاخر هو الامن. شفت البرازيل يعني لو كان ما زيروهمش يعني واش كان راح يصرى، ممكن كان راح ينحيوا لهم حتى كاس العالم. اذا نظن لي شانس فريمون نقصوا كثير.
وان شاء الله يعني ممكن نزيدوا نبرولونجيوها ل5 سنين باش هكذا نسقموا رواحنا. نعم ان شاء الله تسقموا رواحنا في المستقبل القريب. مشاهدينا الافاضل نصل وياكم لنهايه هذا العدد الخاص برحيلي ولفظي الفاصل الاخير للاعب بوسنيا. اشكر ضيوفي في البلاطو مصطفى بويش، شكرا لحضورك معنا. شكرا. التحيه موصوله لك ناصر بويش. شكرا. والشكر ايضا موصول لك محمد السلام شعيب. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا نقول لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. رحل إيبوسي عن الجزائر ورحل إيبوسي عن الحياة بعدما جاء من الكاميرون وعمره لا يتجاوز 25 سنة. نشاهد صور حصرية من شروق النيوز وعلى إثرها نودعكم كيف نقل جثمانه من المستشفى الجامعي بتيزي وزو إلى عين النعجة، وأيضا المستشفى العسكري بعين النعجة، وأيضا التعازي التي قدمها لاعبو المنتخب الوطني بداية ببلكاليوم وكدامور ومجاني وكذلك كل الذين لاعبي المنتخب الوطني. إلى اللقاء بإذن الله. هاي داير سينا حنا واخا شاف